السلام عليكم، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن حال واحوال يا ربي، وتكونوا كتستمتعوا باحسن الاوقات ان شاء الله. فيديو اليوم صراحه فيديو استثنائي. اول مره كندير واحد التجربه مع صاحبتي اللي كان طلب منها طبعا، واللي واحد المنتوج اللي هو صراحه غزال بزاف بزاف بزاف، فهو ترطيبات اكستونسو، اللي صراحه اول مره كنعرفها واول مره كنجربها مع شي حد. فبالنسبة للشعر هو هذا غادي تلاحظوا الفرق اللي هو كبير بكل صراحة. ها هو الشعر بعد ما طبقنا عليه الترطيبة اللي طبعا احنا درناها في الدار بطريقة عادية، اللي أي واحد مبتدئ يقدر يطبقها على شعره أو لا على شعر أخته ولا شي صاحبته، علاش لا. طبعا الناس اللي كيحتاجوا ليها دائما ملي كيكون عندنا مشكل في الشعر، يعني كنحاولوا نجربوا أي طريقة باش نتخلصوا من داك الشعر اللي كيكون شوية قاصح واللي بكل صراحة كيعذب شوية. فعلاش لا؟ طالما كاينة إمكانيات دائما حنا كنجربوا منتوجات حتى كنلقاو المنتوج اللي كيولمنا. بالنسبة لهاد الترطيبة صراحة عطاتنا واحد النتيجة اللي هي هائلة. أنا صراحة أول مرة كنشوفها وأول مرة كنشوف شي واحد جربها. آه، الشعر كيف ما كتشوفوا فهو راه فازق باقي كيف يلاه غسلاتو، يعني ما يحتاج لا تسريح لا حتى شي حاجة. أول شي خدينا داك الكريم، كاين غير الكريم والفيكساتور كيدار من بعد منه. بالنسبة لينا طبعا ما عندناش إمكانيات ديال الصالونات، خدمنا كلشي بيدينا بطريقة سهلة وبسيطة. أهم شي سلامة الشعر. كنخليو واحد السنتيم بعيد من الفروة ديال الشعر، من الفروة ديال الراس. الشعر ما كنطبقوش فيه هذيك الترطيبة نهائيا، ما خصهاش تقيس لينا الجلدة ديال الشعر. وبالنسبة للشعر الآخر كنوزعو هذاك الترطيبة كل خصلة شوية شوية، وكنحاولوا نجبدوا واحد شوية. أنا صراحة كيف ما قريت في الورقة طبقت، وكيف ما شرحت ليا البنت نهار دارتها في الصالون، الطريقة كيفاش خدموا ليها هي اللي حاولنا نطبقوا في الدار. فهي بكل صراحة يعني سهلة سهلة. كتوزعي بشوية بشوية على الخصلات كاملين ديال الشعر. كنبقاو غاديين بهاد الطريقة حتى كنوصلوا للقدام ديال الشعر، يعني الكريم دخلناه شوية شوية في الشعر كامل. دائما ما كنساوش اننا ما كنقيسوش سنتيم الاول ديال الشعر، وكنجبدو واحد شوية لان الشعر ما شاء الله قاصح وقوي. صافي بالنسبة لينا دابا كملنا التوزيع ديال الكريم كامل. غادي نخليوه تقريبا، خلاتو 20 دقيقة او 25 دقيقة، ومن بعد غادي تغسلو مزيان مزيان. بالنسبة للورقة هما كاتبين انه يتغسل بدون شامبوان، لكن خصو هو يتغسل بالشامبوان مزيان مزيان. حنا غسلناه بالشامبوان وحيدت منه هذيك الترطيبة كلها، ودارت ليه الفيكساتور مدة 15 دقيقة، وكيعاود كيتخدم بنفس الطريقة وكيتمشط شوية، كيبقى 15 دقيقة ولا 10 دقائق وكيتغسل. وهذه هي النتيجة اللي بكل صراحة واضحة وغتعجب يعني أي وحدة عندها مشكل في شعرها. الشعر الرقوي اللي كيكون بحال هكذا فراه النتيجة صراحة أكثر من رائعة، لأنها النتيجة باينة والفرق واضح في الشعر. وبالنسبة للشعر كيف ما كتشوفوا فهو راه فازك، يعني ما سرحناه ما نشفناه بسوشوار ما والو. إن شاء الله يعجبكم وشكرا لكم.